لو عندك جدول بيانات وعايز تعرف عدد الخلايا اللي فيها أرقام بس، يبقى دالة كاونت هي الدالة المناسبة. ببساطة دالة كاونت بتعد الخلايا اللي فيها أرقام فقط، يعني لو الخلية فيها نص أو فاضية مش هتتحسب. تعال ناخد مثال عملي هنا. عندنا في العمود B عايزين نعد الخلايا دي كلها، كم خلية فيها أرقام. بنختار دالة يساوي كاونت، نختارها هنا، وبعدين نختار النطاق اللي احنا عايزين نحسب فيه، وبعدين ندوس انتر هيدينا ستة. نعد مع بعض: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. تعالى لو شلنا مثلا الخمستاشر دي وخليناها فاضية، العدد ناقص أصبح خمسة. لو خلينا العشرين دي كتبنا فيها أي نص، العدد هيقل، هيبقى أربعة. يبقى ده اللي كاونت بتحسب فقط الخلايا اللي فيها أرقام، والخلايا اللي فيها نص أو خلية فاضية ما بتحسبهاش. بتفيدك لما بتشتغل على إحصائيات أو إجماليات رقمية فقط. طيب النهاردة لو أنت عايز تعد كل الخلايا اللي مش فاضية بصرف النظر إذا كان فيها رقم أو نص، يبقى الحل عندنا هو دالة كاونت A. دالة كاونت A بتعد كل الخلايا اللي فيها بيانات، سواء كان البيان ده عبارة عن رقم أو عبارة عن نص، لكن ما بتعدش الخلايا الفاضية. تعالى هنا كده، بيساوي كاونت A. تختار كاونت A، تشوف النطاق اللي انت عايز تحسب فيه، تعد فيه، بتدوس انتر اصبح ستة. عدت لك كل الايه، بصرف النظر فيها اسم او فيها رقم. طب لو شلت هنا اي بيان، بقت خمسة لانها ما بتعدش الايه الخلايا الفاضية. لو شلت هنا رقم برضه هتقل، اصبحت أربعة لانها ما بتعدش الخلايا الفاضية. زود اي حاجة هنا، اي حاجة عدتها لانها فيها تكست او نص. دي دالة كاونت A. الدالة التالتة كاونت بلانك. احنا قلنا في دالة كاونت انها بتعد الخلايا اللي فيها ارقام فقط. دالة كاونت ايه بتعد الخلايا اللي فيها ارقام او نصوص. دالة كاونت بلانك بتعد الخلايا الفاضية فقط. تعال نجرب. ويساوي كاونت بلانك، ونختارها من هنا كده ظهرت، ونحدد النطاق اللي احنا عايزين نعد فيه وندوس انتر. عدد الخلايا الفاضية اللي هي كام؟ أربعة. لو شلنا كل الخلايا من هنا بقت الخلايا ستة. لو حطينا بيانات هنا أصبحت البلانك زيرو. نشيل تاني عشان نتأكد. يبقى هي بتعد الخلايا الفاضية فقط. يبقى الفرق بين أكاونت، بين كاونت وبين كاونت A وبين كاونت بلانك: كاونت بتعد الخلايا اللي فيها أرقام فقط، كاونت A بتعد الخلايا اللي فيها أرقام ونصوص، كاونت بلانك بتعد الخلايا الفارغة أو الفاضية فقط. تابعنا عشان تشوف كل جديد.